الاجواء ديال العيد الميلود كما كتشوفوا من العام للعام الناس كتجي لسيدي علي. هنا كاينه المهمه عايشه، كاينه عايشه الضغوط حتى شي حد ما يغير الواقع. المجتمع ديالكم في هذا الحال. غير ايام قليله وغادي يبدا الموسم ديال سيدي علي بن حمدوش، هذا الموسم اللي كيجيو ليه الناس من كل بلاصه في المغرب. موسم سيدي علي بن حمدوش مختلف بزاف على المغرب، كيكونوا فيها جميع انواع السواكن، عيساوه، قناوه، حمادشه، النذر السنوي، الذبايح من العتروس حتى للناقه، اشكال والوان كتهبط للحفره. كنهضروا على الحفره اللي في سيدي علي. هذا الصواب اللي تيقولوا عليه ماشي خساره في المهمه، كيكون يا اما ناقه لا ولا عجل ولا عتروس ولا حولي، واللي ضعيف كاع كيدخل الدجاجه ومعها الطبق. الغريب في هذا الموسم هاد الايام كلها كتكون واحد الطقوس غريبه، كيبداو يديروا دوك الليلات قبل العاده. النهار ديال العاده كيكون نهار تاريخي، اي حاجه ممكن تخيلها كتوقع في هذاك النهار. الفواحش، منكرات، الشرك بكل الانواع. غنشوفوا نهار العاده الشوافات كاملين ديال المغرب اللي ما كتجيش كتصيفط الصواب ديالها، المثليين اللي في سيدي علي واللي انتشروا بزاف في السوشيال ميديا واللينا كنشوفوهم كل نهار كيزيدوا. كل نهار كنشوفوا كماره جديده لابسين اللباس ديال العيالات، عامرين كامل ذهوبات، تيقولوا على راسهم انهم زهريين، هما اللي الحال كيديروا التفوسيخه، كيخدموا الكارطه، كيديروا المحبه، كيحيدوا الثقاف، تيقولوا على راسهم هما اللي الحال، هما اللي البركه. كيكونوا دايرين واحد النذر سنوي. النذر على حسب شنو هو نذر، واش بحولي ولا بقرا ولا بعجال ولا بعتروس ولا غتلقاهم نهار العاده كلهم مهبطين، اللي مهبط التيران، اللي مهبط الحواله، اللي مهبط الطبعان. كل نذر كيمشي بالسواكن وكيمشي بالطبوقه على حقه وطريقه. كالشخصيه اكس كتلقاهم لابسين واحد اللبس معين، دايرين واحد السلهام ومغطين وجههم. الغريب فنانين معروفين في المغرب، شخصيات جايين بسيارات فاخره ومعاهم الحراس كيهبطوا داك الذبايح وتيهبطوا داك الشيء كامل الحفره. هذاك الشيء اللي شفتو انا هذه سنوات كنت كنقول ان ربما ديك الوقيته الانسان ما كانش واعي، ولكن هذاك الشيء راه ما بغاش يحيد، راه باقي الان الناس كيمارسوا هذا الطقوس، كيطلبوا البركه، كيطلبوا الشهره، وما يقدروش يتخلاو على داك النذر السنوي لان حياتهم غادي تتقلب وغادي ينتقم منهم الجن لانهم مفاوش بالوعد ديالهم. هاد الشيء هذا اللي معمره ما غادي يسالي، بالعكس حنا كل عام كنشوفوا هاد الشيء كيزيد. هادوك الفئات المهمشه، الشباب او اللي عندهم عقد نفسيه، شنو هما الظروف او الحوايج اللي كيخليهم يديروا هاد الشيء؟ واش البيئه اللي تربوا فيها، او كما تيقولوا هما ورثوا الجنون من جدودهم؟ كاين اللي تيقول على راسو زهري وبزاف. الظاهره ديال المثليين اللي ولينا كنشوفوها في سيدي علي على المباشر بدون حياء، ما كيحشموش من داكشي اللي كيديروا بالوجه المكشوف. كيقولوا انهم كيسحروا، كيحيدوا الثقاف وكيحيدوا السحر الاسود. هم في الواقع باعوا نفسهم للشيطان. كما قلت لكم هاد المثليين اللي تيكونوا في سيدي علي اللي كنشوفوهم لابسين لبس العيالات، كيديروا الحنه، كيديروا المجوهرات، كيبقاو يتمايلوا بيديهم وبرجليهم وبالعلالي، وحتى واحد موقف ليهم، لا قانون ولا هم يحزنون. هاد الفئه ماشي فقط كتمارس الشرك والسحر والشعوذه والمثليه، كل شيء كتمارسوا، واكثر من هذا انهم كينتشروا في السوشيال ميديا بحال الميكروب. الصفحات ديالهم اكسبري كتطلع. شكون اللي من مصلح ان هاد الناس يتشهروا وينتشروا في المجتمع المغربي وتولي ظاهره عاديه؟ كيفاش كيحاربوا بلا سلاح بلا نووي، كيحاربوا من خلال المواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش غادي يخليوك مع التكرار انك ترضى بالامر الواقع، وان هذا المنظر ديال المثلي اللي كتشوفوا شيء عادي، لا حريه التعبير وهذا الشيء عادي، كل واحد كيختار المسار ديالو. للاسف هذا الشيء هذا راه خرج على السيطره، لا ناهي ولا منتهي. هاد المصائب الكحله، هاد الميكروبات، خاصه هاد المثليين، راه هادو ما خصهمش يزيدوا ينتشروا، راه هما نفسهم كيعطيو حافز لواحد اخر واخا ما يكونش مثلي، واخا يكون ذكر، راه غادي يبغي يولي بهذيك الحاله مادام انه كيشوف انه دغيا وصل للفلوس، الملايين كطيح عليه هكا بحال الشتاء، وهو ما كيدير حتى شي مجهود سوا غادي يمشي يدير واحد النذر
ينزل للحفره، يكفر بالله سبحانه وتعالى، وغادي يدير واحد الطقوس الشيطانيه، غادي يبيع نفسه الشيطان مقابل المال مقابل الدنيا. وكاينين بزاف الناس اللي كتعجبهم الحضره، كتعجبهم ديك الموسيقى، كيبغيو يمشيو ويسمعوا ليها وكيتفرجوا في هذوك اللي كيحضروا هذاك المجمع ديال الشياطين. كونوا على اكيد نتوما ما شايفينش شنو واقع. راه الله سبحانه وتعالى عنده الحكمه اننا احنا ما نشوفوش داك العالم لانه عالم مرعب. فما بالك انت كتجي كتوقف كتبغي تتفرج في ديك الحضره. هذاك الانسان هو متلبس من الشيطان وخلاه كيدير داك الشيء. الناس اللي غادي يمشيو يتفرجوا في الحضره وكاينين منهم عدد، كاينين بنات عيالات رجال، الله يخليكم تحصنوا، صليوا وحصنوا راسكم وحصنوا وليداتكم، ما غادي تخسروا حتى شي حاجه. نتوما ما شايفينش واحد العالم اللي خفاه علينا الله سبحانه وتعالى، هذاك العالم المخيف. فاحنا ملي كنشوفوا في العاده او كنشوفوا في الحضره هذوك اللي كيبقاو يحضروا، كيبقاو يضربوا راسهم وكيبقاو ياكلوا اللحم خضار، ياكلوا الدجاج، منطقيا واش كاين شي انسان غادي يدير هذا الشيء وغادي يبقى على قيد الحياه؟ صافي، راه خصكم تعرفوا بان داك الانسان راه استولى عليه الشيطان، والشيطان هو اللي كيتصرف. اما داك الانسان فهو مغيب. علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ خص الناس توعى، راه حنا في زمن الفتن، خصكم تعرفوها. الرسول عليه الصلاه والسلام حذرنا من فتنه اخر الزمان في حديث، قال: إن في البحر شياطين أوتقها سليمان تكاد تخرج آخر الزمان فتقرأ على الناس القرآن. بمعنى راه هذاك الشيطان اللي غادي يخرج باش يغويك، هو الهدف ديالو أنه يديك للهاوية. راه عارف نقطة الضعف ديالك، غادي يوهمك أنك أنت راه ما كديرش شي حاجة خايبة، وأنك أنت راه غادي في طريق الله، وغادي يغسل لك الدماغ ديالك وغادي يقول انا راه ما كنديرش شي حاجه، هذا الشيء كتبوا عليا الله. فردوا بالكم، انا كنهضر حتى على بعض المعالجين الروحانيين كيعالج فقط في اللايف، غادي يقول لك شوف فيا وقول هاد الكلمات، هو هذاك الساحر روحاني. وحنا شفناهم بزاف. كاين انواع ديال السحرة اللي كيقول لك غادي تعالج نفسك مثلا بآية من الآيات القرآنية بعدد معين، مثلا غادي تقراها 19 مرة على الزيت، تقراها 20 مرة على الماء، هذا شربوه، هذا مسح به. داكشي كامل راه شرك، داكشي راه بدعة، راه ما كاينش هادشي لا في قرآن ولا في سنة. راه خصنا نعرفوا أخطر ساحر على مر العصور أحمد علي البوني، واللي مؤلف كتاب شمس المعارف. طلاسم السحر كلها كانت بآيات قرآنية. فماشي اي واحد يقول لكم راه انا كنعالج غادي تتيقوه، شي واحد يقول لكم انا راه راقي غادي تتيقوه، لان حتى بين الرقيه كاينه طلاسم. السحر كيجي بعدد معين من ايات القران. نردوا البال، بغينا نوعيو الناس ولو بكلمه. للاسف احنا واخدين التهمه في السحر وفي الشعوذه، وكاع الناس يقولوا علينا الدول الثانيين حنايا بزاف عندنا السحر منتشر. الواقع راه هضراتهم على الصح، لان فعلا احنا عندنا السحر بزاف، عندنا السحر، عندنا الشعوذه، كل حاجه بالسحر. البنت دابا الا بغات تزوج كتمشي كتسحر لذاك الدري ولا داك الراجل، تتحمقوا كتلفوا على القبله. المراه الا بغات شي حاجه كدير الراجل كدير بحال الشرويطه وكتخليه ما عارف راسو من رجليه. واحد داير تجاره بالسحور وبالقبول. هادشي ولينا كنلقاو حرفيين، تجار صغار، كلشي كيسحر، كلشي كيدير السحور، كلشي كيدير القبول، كلشي كيهز مع الطلاسم. راه ما يمكنش، راه خصكم تعرفوا لقى الناس مهتمين بزاف بالروقات ومهتمين بزاف بالتفوسيخه وبالاعشاب. علاش؟ القران راه فيه شفاء للناس. راه ما عمرك ما غادي توصل لشي حاجه الا باذن الله، ماشي بالسحور. وربي الا ابتلاك بشي حاجه ما غاديش تحيد الا مشيتي سحرتي. اللي بعد على طريق الله سيعيش عيشه ضنكا. دابا غادي نشوفوا منين جات الحضره وعلاش مرتبطه بالمواسم. الحضره كانت كتستعمل في السياق الصوفي. الحضره هي جايه من الحضور، وهو طقس جماعي، يعني كيتجمعوا فيه واحد الناس وكيبقاو يرددوا الذكر بزاف، اسماء الله الحسنى والصلاه على النبي والمديح. فكتحسهم انهم دخلوا في واحد الحاله من الانفعال الروحي. وكما قلت لكم التكرار لأسماء الله الحسنى والصلاة على النبي، هذه الحركة كتوصل الإنسان واحد المرحلة نقدروا نقولوا حالة الجذبة. ولكن الحضرة اللي كنشوفوها في الموسم
كيكون فيها استحضار للجن، لان هذيك الطقوس اللي قبل الحضره كيكون فيها البخور، واحد اللباس معين، الوان معينه، كاينه طقوس شيطانيه بهذيك الموسيقى كيستحضروا الجن. وهنا ما كيبقاش التراث المغربي الصوفي وكيبدا السحر والشرك والشعوذه. فاللي بغيت نقول لكم ردوا بالكم، الناس اللي كيمشيو يتفرجوا في الحضره ردوا بالكم مزيان، على الاقل تحسنوا. احنا ما غاديش نقدروا نمنعوا واحد الفئه ديال الناس اللي كيعجبها تفرج، كيعجبهم يتفرجوا وهما ما عندهمش علاقه لا بالسحر لا بشعوذه لا بتشواف لا بشي حاجه. اقل حاجه غادي تمشي لديك البلاصه غير تكون على وضوء وتقرا ايات الكرسي وقرا المعوذات باش ما تعرضش نفسك للخطر، باش ما يتلبسكش شيطان من الشياطين. فنسال الله العافيه. هذا الموسم راه ما غاديش يتسالي بين ليله وضحاها، نتوما عارفين الاسباب، كاينه اسباب قويه ممكن الانسان يوعي شويه في السوشيال ميديا. للاسف هذا هو الواقع المر اللي كنعيشوه في المغرب. كنتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو، ولا كنتم مهتمين بهذا المحتوى ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وحبابكم باش ننشروا التوعيه. وفي الاخير ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ونشوفكم في فيديو الجاي، والسلام عليكم.